كده. بصوا تحفة، وهم، روعة روعة روعة. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. جميلة 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 جدا وسهلة. بصوا جميلة ازاي، ما شاء الله. بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتنا نهوم. هنعمل مع بعض النهاردة سلطة البتنجان بالزبادي ودبس الرمان والخل والثوم كمان. تمام، خطوة خطوة مع بعض ونشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول مع بعض المكونات. معانا بتنجان متقطع مكعبات، تمام كده، ومتحمر، ومعاه فلفل رومي برضو متحمر، وعلبتين زبادي متوسطين او علبة كبيرة، وعصير ليمون، وبقدونس ده للتزيين، وعندنا دبس الرمان، وعندنا معلقة خل كبيرة، وكمان معانا توم مفروم وعليه رشة ملح. والتوابل بتاعتنا ملح وكمون وفلفل اسود بسيط. ومعانا طاسة صغيرة عشان هنعمل فيها الخل والثوم. تمام، نشوف اول حاجة هنعملها ايه. اول حاجة هنعملها هنحط دبس الرمان على البتنجان، بينزل بصعوبة كده. نزينه بدبس، يعني هنتبله، يعني بيعزز الطعم. هنتبله كده بدبس الرمان. تمام كده كفاية. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي حطينا الطاسة على النار وحطينا فيها شوية زيت، وهحط لها الثوم. التومة خدت معانا لون اهي. هنحط لها بقى الايه الخل. تمام كده اهي، بتغلي غلوة بس مع الخل وبنطفي عليها على طول. وبعد كده هنضيفها على البتنجان، على البتنجان اللي متحمر هنضيف التومة كده. تمام، خلاص كده حطينا الخل والثوم على البتنجان. تمام كده، هنبتدي بقى نعمل الزبادي. هنضيف الملح والفلفل والكمون. تمام كده، ومعانا عصرة ليمون بالاختراع ده. نعصر انا اهو. تمام، مش كتير عشان هو فيه خل، بس الليمون بيدي الطعم بقى الحلو. تمام كده، وهنبتدي نقلبه لغاية ما يبقى كريمي. بصوا الشكل كده بقى كريمي خالص كده. تمام، اهو زي الكريم. هنبتدي نضيفه على البتنجان. ريحة طبعا الخل والثوم اكيد انتوا عارفينها، بتخلي الواحد ياكل قبل ما
يشتهي الأكل يعني قبل ما ياكل. سلطة خفيفة وبسيطة وسريعة التحضير بإذن الله. وهتعجبكم بإذن. أنا أضفت الزبادي بالتوابل اللي حطيتها بعصرة الليمون على البتنجان. خلاص كده هنزينها بس بشوية بقدونس. البقدونس كويس مع المقليات وكده، مع المشويات برضو، المشاوي. بس كده تمام. نبتدي ندوقها مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. خفيفة وطعم جميل، والدبس الرمان عامل برضو جو معزز الطعم كده. طبعا الخل والثوم والزبادي وكل المكونات بتاعتها جميلة جدا ومشبعة. هي ممكن تتاكل لوحدها، وممكن تحطيها جنب محاشي أو أي أكل انت عايزاه. وبإذن الله بإذن الله تجربوها وتعجبكم وتاكلوها بألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.